السلام عليكم، اهلا بكم في قناة كروشيه ملكة. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض طريقة عمل جاكيت بناتي قط بالغرزة المايلة. يلا بينا. الادوات اللي هستخدمها معايا النهاردة، هستخدم خيط اليس كريم، وهستخدم معاه ابرة مقاس 3.5 مليمتر. اول حاجة هنا هناخد قياس اكبر منطقة اللي هي الارداف، دي هنشتغل عليها اول حاجة. انا قياس المنطقة عندي طبعا بنوتة صغيرة مقاس 5 سنين ل6 سنين، عمل 70 سنتي. تمام اهو كده القياس بتاع محيط اكبر منطقة عندها 70 سنتي. الغرزة اللي احنا هنشتغلها دي هي بتمط معانا في الشغل شوية، وهي بمضاعفات العدد 16. هفضل اشتغل بمضاعفات العدد 16، وهزود 25 سنتي كمان عليه. بالشكل ده هنبدأ. هفضل اشتغل 16 16 16 لحد لما اوصل ل95 سنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل عقدة البداية اهي، وهعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. دي اول حاجة معايا اهو، وهكرر تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. وهكرر تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. هفضل اشتغل 16 ب16 كده لحد لما اوصل ل95 سنتي. اشتغلت اهو بطول 95 سنتي بالشكل ده اهو. بالشكل ده اهو، يعني كمان اكتر من 95 طبعا في الغالب هيطلع مقاس اصغر من 70 كمان، لان الغرزة دي بتنكمش قوي، يعني ممكن المفروض نزود نص المقاس، بس انا محتاجة يكون المقاس اقل من 70 عشان هعمل كمر عريض بغرزة البريسيه. فانا هنا هاجي اول حاجة البداية هنا اهي، هعد 1 2 3 غرزة سلسلة في الرابعة، هدخل اشتغل 2 عمود بلفة. 1 2 بالشكل ده، وسلسلة، وهعد 1 2 3 4 5، وفي رقم 5 هدخل اشتغل غرزة حشو بالشكل ده، وهرتفع 1 2 3 غرزة سلسلة، وهشتغل في اول غرزة هنا، بعديها على طول مباشرة عمود بلفة. 1 في الغرزة اللي بعدها كمان عمود. 2 وفي الغرزة اللي بعدها رقم 3 بالشكل ده، وسلسلة، وهعد 1 2 3 4، ورقم 5 هدخل اشتغل غرزة حشو. شايفين السلسلة تحت بتنكمش معانا، عشان كده المقاس بيقل. هعد تاني 1 2 3 غرزة سلسلة ارتفاع، واخد فتلة، وفي الغرزة اللي بعدها على طول اشتغل عمود، وفي الغرزة اللي بعدها كمان عمود رقم 2، وفي الغرزة اللي بعدها كمان عمود رقم 3 بالشكل ده، وسلسلة، وأعد 1 2 3 4، وفي الغرزة رقم 5 هدخل أشتغل غرزة حشو، وهكمل السطر كله بنفس الطريقة لحد آخر السطر. كده وصلت للآخر خلاص. هرتفع برضو من مكاني 3 غرزة سلسلة، وهشتغل عمود، في الغرزة اللي بعدها عمود،
وفي اخر غرزة هنا هشتغل برضو عمود وغرزة سلسلة، وخلاص تلقائي اخر غرزة عندي هدخل فيها حشو. هي طبعا الغرزة رقم 5 بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين السلسال انكمش خالص، ما بقاش بالطول بتاعه الاساسي. تمام. من مكاني هنا هرتفع 1 2 3 غرزة سلسلة، وهاجي هنا هلف الشغل، وفي نفس الغرزة هدخل اشتغل كمان 2 عمود بلفة. 1 2 بالشكل ده، وغرزة سلسلة. وهاجي هنا في الفراغ ده، شايفين هنلاقي في كل اخر غرزة في الفراغ اللي هو ارتفاع 3 سلسلة، هدخل هنا في الفراغ نفسه كده واشتغل غرزة حشو، وارتفع من مكاني 1 2 3 غرزة سلسلة، وفي الفراغ هنا نفسه هشتغل كمان ال3 عمود بلفة. ادي 1 2 و3 وغرزة سلسلة، واجي هنا في الفراغ اللي بعده هنا ادخل اشتغل غرزة حشو، وارتفع 3 غرزة سلسلة، وفي نفس الفراغ اشتغل 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 بالشكل ده، وسلسلة. واجي هنا في الفراغ التاني هنا ادخل اشتغل حشو. شايفين بدأ الغرزة تبان معانا، وارتفع 3 غرزة سلسلة، وفي نفس الفراغ 3 عمود بلفة. 1 2 3 وسلسلة، وفي الفراغ هنا هشتغل حشو، وهرتفع 3 غرزة سلسلة، وهكمل بنفس الطريقة لحد اخر السطر. وصلت لاخر السطر اهو. هاجي هنا في الفراغ ده ادخل حشو و3 غرزة سلسلة، وفي الفراغ هنا 3 عمود بلفة. 1 2 3 وسلسلة، وفي اخر فراغ هنا او مش فراغ، في الارتفاع الاولاني خالص هدخل اشتغل غرزة حشو بالشكل ده، وارتفع من مكاني 3 غرزة سلسلة، والف الشغل واشتغل في نفس الغرزة هنا كمان عمودين بلفة. البداية هي بتبقى مختلفة بس عن بقية الشغل. وسلسلة، واجي هنا في الفراغ برضو بنفس الطريقة ادخل اشتغل حشو، وارتفع 1 2 3 غرزة سلسلة، واشتغل في نفس الفراغ كمان 3 عمود بلفة. ادي 1 ادي 2 ادي 3 وسلسلة، وفي الفراغ هنا ده هدخل اشتغل غرزة حشو، 3 غرزة سلسلة ارتفاع، وهشتغل في الفراغ ده 3 عمود بلفة. 1 2 3 وسلسلة، وفي الفراغ هنا هدخل اشتغل غرزة حشو، وارتفع 3 غرزة سلسلة، وفي الفراغ هنا كمان 3 عمود بلفة. 1 2 3 وسلسلة، وفي الفراغ هنا اشتغل حشو، واكرر نفس الطريقة لحد اخر السطر. هكمل السطر ده لحد الاخر، وهرتفع باقي السطور اللي جاية بنفس الطريقة بالظبط، مفيش اختلاف خالص، نفس طريقة الشغل ده. هكمل السطر وارتفع وارجع لكم. كده خلاص اشتغلت الطول اللي انا محتاجاه. الطول من وصلت للطول اللي انا محتاجاه من اول طول الباط، يعني من اول تحت الباط لحد الطول انتي محتاجاه قصير، محتاجاه طويل، ده حسب رغبتك انتي. فكده انا وصلت، يعني انا كده هبدا اعمل احدد الجزء الامامي من الجزء الخلفي عشان ارتفع الباط. بس عايزه اقيسه معاكم الاول اشوفه بقى كام سنتي عرض، لانه طبعا اول سطرين ما بيبانش فيه. هو طلع يعني كمان قليل قوي، يعني طلع حاجة و50 سنتي، طلع حوالي 52 أو 53 سنتي. هو أصلا مقاس كان 70 واحنا زودنا عليه 25، كان عاملين 95 سنتي.
شايفين بعد ما اشتغلنا انكمش وصل لحد 53 سنتي. طبعا انا هكمل الباقي كله بغرزة البليسيه. انا كنت محتاج العرض يكون اكتر من كده شوية، فزي ما قلنا تاخدي المقاس وتاخدي نصه هيكون زيادة، يعني هتشتغلي نصه زيادة. هاجي هنا اشوف الجزء الامامي من الجزء الخلفي. طبعا هخلي فيه ورا مساحة اكتر من قدام. خلينا 1 2 3 مثلا، 1 2 3، 1 2 3، خليهم 4، 1 2 3 4. هعلمهم الأول. مثلا هنا 1 2 3 قلنا 4. في بداية الرابعة هنا كده هحط علامة 1 2 3 4، وهنا برضو أحط علامة، وافرد الشغل كده عادي. هنا في كام واحدة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يعني الفرق مش كبير. طبعا هسيب واحدة هنا دي اللي في النص اللي هي بعد رقم 4 دي، اللي هخليها تحت الباط بالظبط. وهبدأ الشغل هنا الجزء الأمامي عادي والجزء الخلفي عادي. أحدد برضو هنا دي كده هتكون الباط. هحط دي فوق هنا، واحط دي فوق برضو عشان اعرف ان انا هشتغل ازاي. واللي في النص دي هتكون فتحة الباط. 1 2 3 4 هنا كده، ودي هنا كده. طبعا ما ينفعش اعمل قدام اقل من كده. كده احنا حددنا، خلينا اللي ورا اكتر من القدام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اللي قدام 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واللي قدام 1 2 3 4 1 2 3 4. واللي في النص دي حطاها بس احتياطي للباط. انا طبعا عمل الجزء اللي قدام اقل من اللي ورا عشان لسه هعمل غرزة البليسيه، هعملها عريضة كمر عريض عشان يكون جاكيت مفتوح، وجاكيت مفتوح طبعا بالشكل ده. هبدأ بقى اشتغل هنا الجزء ده لوحده. هاجي هنا اول حاجة هشتغل منزلقة لحد لما اوصل لاول فراغ هنا. طبعا هلف الشغل الاول، وهدخل في اول غرزة منزلقة، والتانية منزلقة، والتالتة منزلقة، وادخل في هنا اول واحدة هدخل حشو في اول الفراغ، اول غرزة في الفراغ، وارتفع 3 غرزة سلسلة واشتغل في الفراغ ده. هشتغل عمودين بلفة بس، عشان لو اشتغلت التالت هيكون واسع شوية وانا عايزاها تدي ميل في بداية السطر. اشتغلت في الحتة دي بس عمودين وسلسلة، وهدخل في اول فراغ عادي حشو اهو بالشكل ده، واشتغل تاني 1 2 3. وفي الفراغ ده برضو 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 وسلسلة، والفراغ هنا ادخل اشتغل حشو 1 2 3 ارتفاع، واشتغل 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 وسلسلة، واجي هنا في رقم 4 هرتفع، هدخل حشو وارتفع 1 2 3 واشتغل 4 عمود بلفة، 3 عمود بلفة اسفة. هنا هكتفي اسفة، هفك دول وهكتفي بالحشو اللي هنا كده بس. يعني بعد ما اشتغل دي هشتغل هنا حشو وارتفع 1 2 3 والف شغلي. انا لو اشتغلت اللي بعدها فهنا هدخل كده في الجزء اللي احنا مخصصينه للمنطقة اللي تحت الباط. في غرزة الحشو هشتغل كمان عمودين بلفة بس في نفس غرزة الحشو مع الارتفاع والسلسلة، واجي هنا في الفراغ ده ادخل حشو وارتفع 3 غرزة سلسلة، وفي نفس الفراغ اشتغل كمان عمود 3 عمود بلفة. 1 2 3 وسلسلة، والفراغ اللي هنا
حشو، 1 2 3، وفي الفراغ ده 3 عمود بلفة، 1 2 3، وسلسلة، وادخل في الفراغ ده حشو، وارتفع منه 3 غرزة سلسلة اللي هو اخر الشغل، والف الشغل تاني، وفي نفس غرزة الحشو هشتغل كمان عمودين بلفة، 1 2. كده بان معانا ان احنا بنرتفع بالجزء ده بس اللي هو جزء الباط ده. هنا اشتغلت عمودين في الحشو، وهشتغل سلسلة، وادخل في الفراغ اللي بعده اشتغل حشو، وارتفع 3 غرزة سلسلة، وافضل اشتغل بنفس الطريقة اللي احنا شغالين بيها. وسلسلة، وحشو، و3 سلسلة، و3 عمود بلفة في الفراغ ده، 1 2 3، وسلسلة، وادخل هنا في اخر واحدة في السطر ده اهو، ادخل حشو، وارتفع 3 غرزة سلسلة، والف شغلي تاني، واشتغل في نفس غرزة الحشو كمان عمودين بلفة، 1 2، وسلسلة، وفي اول فراغ هنا اشتغل حشو، واشتغل ارتفع 3 سلسلة، هفضل اشتغل بنفس الطريقة لحد لما اوصل لطول الباط المظبوط. انا هوريكم بس شكل الشغل. وحشو، وسلسلة اسفة، وادخل هنا حشو. بدأ يبان معانا ارتفاع الباط بالدوران، باين الدوران اللي احنا عملناه في الاول. وهنا احنا اشتغلنا عند اخر حاجة مكان العلامة، شايفين كده ارتفاع الباط مظبوط. دي هنسيبوها وهنبقى نشتغل في دي، هكمل دي بس لحد الطول المناسب بنفس الطريقة من غير اختلاف خالص، وهرجع لكم. اشتغلت اهو زي ما انتم شايفين، ده الطول اللي انا وصلت له. انا قست اهم حاجة طول الباط وطلع 16. هقيس بقى من اول فين، مكان العلامة هنا كده اهو، وهقيس وطلع الطول معايا اهو 16 بالشكل ده. كده انا خلصت الطول ده. هقطع الخيط او هقص الخيط، وهشتغل الجنب ده برضو بنفس الطريقة، بس مش هضطر بقى اطلع وكده. انا هدخل اشتغل من هنا حشو على طول، وانا هشتغل من الجنب التاني عشان الشغل مميل من هنا. يعني هسيب دي عادي خالص، وهرتفع من اول هنا كده، هشتغل هنا ال3 هنا وهنا، تمام. يعني هنا اشتغلنا، هي معلش فيها لفة شوية معلش. هنا اشتغلنا من كنا واقفين لحد هنا، ارتفعنا منزلقة لحد ما وصلنا هنا، وبدأنا نشتغل سلسلة وعمودين واشتغلنا. المرة دي مش هشتغل من اول هنا واطلع منزلقة، لا هشتغل من اول الغرزة اللي انا واقفة عندها دي. قصيت الخيط هنا الاول، هاخد غرزة كده واشد الخيط واطلع بيه، واجي على الجنب التاني بقى هعمل عقدة بالشكل ده، وهاجي هنا مكان العلامة هدخل من فوق هنا كده اشتغل حشو، وارتفع 3 غرزة سلسلة، واشتغل هنا عمودين بلفة زي ما عملت في الجنب التاني، وسلسلة، وادخل هنا حشو، وارتفع 3 غرزة سلسلة، واشتغل هنا 3 عمود بلفة، ادي 1
2 3 والسلسلة، وادخل هنا حشو وارتفع 3 غرزة سلسلة واشتغل 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 وسلسلة، وادخل هنا اشتغل حشو وارتفع 3 غرزة سلسلة والف الشغل بتاعي على طول. وهشتغل في نفس غرزة الحشو دي كمان عمودين بلفة بس. 1 2 وسلسلة وحشو وارتفع 3 غرزة سلسلة وعمودين 3 عمود بلفة. 1 2 3 وسلسلة، وادخل هنا حشو و3 غرزة سلسلة و3 عمود. ادي 1 2 3 وسلسلة، وهنا حشو وارتفع تاني 3 غرزة سلسلة وفي نفس غرزة الحشو عمودين، وهرجع اشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها الجنب التاني ده. هكمل الشغل بنفس الطريقة وهرتفع 16 سنتي وهرجع لكم. اشتغلت الجنب التاني برضو بنفس الطريقة اهو زي ما انتوا شايفين كده. حددت الاطارين اللي في الحرف زي ما انتوا شايفين هنا كده اهو. هاجي هنا هاخد غرزة كده وهقص الخيط الزيادة واشد بالشكل ده. هاجي هنا بقى طبعا في الجزء اللي انا محدداه تحت هنا المتحدد تحت ده، هاجي مكان العلامات وهبدأ برضو بنفس الطريقة. هبدأ معاكم وهكمل انا بقية الشغل بنفس الطريقة. هعمل عقدة خارجية اهي. طبعا بنضف الشغل ده كله في الاخر. اهم حاجة تكون فتحة الفراغ في الاتجاه اللي انا همشي فيه، ما يكونش الاتجاه المعاكس. يعني بتظبطي الشغل على حسب راحة ايديكي. هدخل في مكان العلامة هنا. اول حاجة هبدأ بحشو وارتفع 3 غرزة سلسلة، وفي الفراغ هنا هشتغل كمان عمودين بلفة بس. طبعا بداية زي ما احنا اشتغلنا من اول الشغل خالص. وهدخل بعد ما اشتغلنا سلسلة هدخل في الفراغ التاني هنا وهدخل اشتغل حشو وارتفع 3 غرزة سلسلة، وفي الفراغ هنا بقى هشتغل 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 وسلسلة، وادخل في الفراغ هنا اشتغل حشو وارتفع 3 غرزة سلسلة و3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 وسلسلة، وهكمل لحد العلامة التانية واشتغل حشو وهفضل اشتغل لحد العلامة التانية. وصلت لحد مكان العلامة التاني اهو. اشتغلت 3 عمود بلفة وسلسلة، وهيجي عند العلامة هدخل هنا اشتغل غرزة حشو بس، وهرتفع من مكاني 3 غرزة سلسلة وهلف الشغل. في نفس غرزة الحشو دي هشتغل كمان عمودين بلفة. 1 2 وسلسلة، وهاجي هنا عند الفراغ هدخل اشتغل حشو و3 غرزة سلسلة 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 وحشو 3 غرزة سلسلة ارتفاع، واشتغل في الفراغ 3 عمود بلفة. هكمل السطر ده كله برضو بنفس الطريقة، وهرتفع باقي السطور لحد لما اوصل لنفس عدد الاطراف، وهرجع لكم عشان نبدأ نشبك الاطراف ببعض. خلصت زي ما انتوا شايفين كده الظهر كله ارتفعت بنفس الطريقة. هاجي دلوقتي بقى هشبك الجزء ده الامامي مع الخلفي من هنا، والجزء ده برضو بنفس الطريقة. هكبر شوية. هعمل اول حاجة هنا انا اشتغلت اخر حاجة
المفروض دي معايا العقدة لسه اهي. انا اخدت سلسلة، اخدت غرزة، وهقص باقي الخيط، بس هسيب حبة معقولين عشان اعرف اخيط بيهم. هجيب الابرة كده، احاول ادخل الخيط بالشكل ده. دخلت الخيط اهو في الابرة خلاص. سوري انا مطلعتهوش. ربطت العقدة خلاص هنا اهي كده، الخيط مش هيفك. ودخلت الابرة في الخيط بالطريقة دي. هنبدأ نخيط الجزء هنا ده اللي احنا اشتغلناه دلوقتي، الظهر احنا واقفين عنده، والجزء الامامي هحط الاطراف على بعض كده، وهبدأ اخيطهم بطريقة السراجة عادي خالص. هلف الشغل بس عشان اعرف اتحكم، وهبدأ اخيطهم في بعض سراجة بالطريقة دي. هدخل في غرزتين مقابلتين لبعض، مش كل الاتنين جنب بعض، ممكن نفوت عليه واحدة بالشكل ده. قربت اخلص. بالشكل ده كده هعمل عقدة وادخل الخيط كده بالشكل ده، وابدأ انضف الخيط. انا كده خلاص ثبت الجزء الامامي بالجزء الخلفي. هدخل الابرة كده بالخيط وسط الغرز بالشكل ده، وهقص الخيط الزيادة. اعدل كده الشغل هنا كده خلاص. انا ثبت الاتنين دول في بعض بالطريقة دي اهي، وماسكين جامد جدا. هثبت الجنب التاني برضو بنفس الطريقة وارجع لكم. كده احنا شبكنا خلاص الجزء الامامي بالجزء الخلفي من فوق من عند الكتاف، وطبعا دي هتكون مساحته هيبقى مفتوح لكله، فطبعا هنشتغل الجزء ده كله بليسيه كده شكله اهو. هبدأ اشتغل عمدان من اول هنا، هلف على طول بالرقبة من فوق، ان هفضل ماشية بالعمدان وهلف هنا على الرقبة، وهنشتغل بعد كده البليسيه. هعمل العقدة عقدة خارجية، وهجيب بقى الجاكيت من اول تحت خالص هنا. هدخل نظام حشو كده، وهرتفع كمان غرزتين سلسلة، وفي الفراغ هنا هشتغل عمودين. واحد، اتنين، وفي الفاصل هنا ما بين الفراغات هشتغل عمود. وفي العمود التاني من الجنب هنا هشتغل عمودين. لو انت حاسه انك محتاجه تشتغلي 3، حاسه عمودين هيبقوا شويه، اشتغلي 3 عمودين. انا حاسه ان الفراغ كبير شويه، هشتغل عمود تالت، ومش هشتغل في الحشو اللي جنبها، هدخل على طول في اللي بعدها بقى اشتغل 3 عمدان عشان نظبط الشغل. لو اشتغلنا 3 عمدان واشتغلنا في الحشو اللي في الجنب دي كمان عمود، هيكون العدد زياده معانا قوي. هشتغل في كل عمود من الجنب هنا هشتغل فيه 3 عمدان. هكمل بنفس الطريقه لحد لما اوصل فوق عند الرقبه، وارجع لكم عشان اوريكم ازاي هنشتغل فوق. اشتغلت الجزء كله اهو زي ما انتم شايفين بغرزه العمود بلفه، وطبعا الجزء ده طالع بارز كده شويه اهو.
عشان احنا كنا فوتنا في الجنب ده جزء، فهي اصلا كانت طبيعي شكلها بارز بالشكل ده اهي. في الجنب التاني لسه ما اشتغلناش فيه، وشغلت الجزء اللي فوق طلعت ارتفعت بنفس الطريقه. هاجي هنا اهو، ده الكتاف، انا كده شغلت عند منطقه الكتف الاول. هاجي في منطقه الرقبه بنفس الطريقه برضو، كل فراغ عندي هشتغل فيه 3 عمود بلفه، 2 3. الفراغ هنا 3 عمود بلفه. هو لو عمدان بزياده مفيش مشكله، احنا بنشتغل بليسيه، وزي ما انتم عارفين ان البليسيه بيضم الشغل شويه. هنا في 3 عمدان هشتغل فوق كل عمود عمود. ادي 1 2 3. وهنا المفروض سلسله والحشو، هشتغل مكان السلسله عمود 1، وفوق الحشو هشتغل عمود. وهنا 3 سلاسل الارتفاع هشتغل فيهم عمودين بس. وهرجع تاني اشتغل فوق كل عمود عمود. ده اللي في الظهر ده عند الرقبه كده. هكمل بنفس الطريقه، هشتغل كله عمدان. احنا كده خلاص خلصنا الرقبه خلاص. وهكمل الجنب التاني برضو بنفس الطريقه، وهرجع لكم عشان نبدا البليسيه. اشتغلت كله عمدان اهو زي ما انتم شايفين، لفيته كله. هاجي من هنا هبدا ارتفع تاني، هرتفع 3 غرزة سلسلة، وهلف الشغل، وهدخل اشتغل في العمود اللي بعديه وغرزة امامية. جيت من ورا العمود اللي تحت ده كده بالشكل ده، وهسحب خيط وهطلع منه، وهشتغل عمود، وهاخد فتلة، واخد الغرزة اللي بعدها. هيجي من قدام العمود بالشكل ده كده، واسحب خيط واشتغل عمود بلف. هاخد فتلة تاني واشتغل غرزة امامية. باجي من ورا العمود بالشكل ده، اسحب خيط واشتغل عمود، واخد فتلة، واخد اطلع من قدام العمود كده بالشكل ده، اسحب خيط، ودي كده تبقى غرزة خلفية. بدأ يبان معانا شكل البليسيه. غرزة امامية وغرزة خلفية، غرزة امامية وغرزة خلفية. هكمل السطر كله مرورا بالرقبة برضو والكتاف بنفس الطريقة، وهرجع لكم. ده اول سطر بليسيه اشتغلناه. زي ما انتم شايفين بدأ يبان معانا خالص شكل البليسيه. لفينا الصدر كله، لفينا كمان على الرقبة وعلى الكتاف بنفس الطريقة. على الرقبة هنا بس كده مرام منطقة الصدر كده. وصلت لحد الآخر اهو. هاجي هنا مكاني، ارتفعت 3 غرزة سلسلة، وهلف الشغل. وطبعا كده الدور ده سهل. فوق الغرزة طبعا اول واحدة عندي غرزة خلفية، هشتغل فوقيها غرزة خلفية، وبعد كده الغرزة امامية. هو خلاص بتحدد، هشتغل فوق الغرزة الامامية غرزة امامية، وفوق الغرزة الخلفية غرزة خلفية بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين كده. هكمل برضو السطر بنفس الطريقة، وهرتفع بعديه بليسيه حوالي 4 سطور او 6 سطور غير اللي انا اشتغلتهم دول، وهرجع لكم. وبكده زي ما انتوا شايفين خلاص خلصنا الجاكيت بالشكل ده. عملنا له 6 سطور كمان بليسيه غير اللي احنا اشتغلناهم مع بعض عشان نعمل القلابة دي. وهنا حطيت الزرار هنا من جوه عشان امسك الاتنين دول مع بعض كده، عشان يحافظ على شكل القلابة دي. فعلا شكله اهو من الظهر مظبوط جدا. اخد معانا بالظبط حوالي
150 جرام، يعني 200 جرام بس مش كاملين. اتفضل منهم كتير. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم المرة دي، ونتقابل على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.